بيبدأ الفيلم في أمريكا مع مواطن إيراني اسمه محمود وهو بيلعب مع بنته ماهي في الجنينة لحد ما بيتي مراته تخلص الأكل، وبنعرف إن محمود هاجر لأمريكا من 10 سنين بسبب الثورة والأحداث اللي حصلت في إيران، وبيكون عايش في بيت حماه وحماته وشغال دكتور. وتاني يوم الصبح محمود بيكون في شغله في المستشفى وبيسمع زمايله بيتكلموا عنه وعن إيران بشكل عام، وبيتكلموا عن كرههم للبلد وأهلها، وطبعا محمود بيكون متضايق جدا من كلامهم لكن مش بيقدر ياخد أي تصرف اتجاههم. وفي نفس اليوم بالليل ماهي بنته بتيجي تتكلم معاه وتسأله لو كان بيحب أمريكا فعلا، لأن أصحابها في المدرسة فهموها إن أي مواطن إيراني بيكره أمريكا، لكن محمود بينكر كلامهم وبيفهمها إنه بيحب أمريكا جدا، وده لأنها البلد اللي استقبلته في الفترة اللي إيران كانت بتتعرض للهجوم. وبعدها بيحكي لها قصة قبل النوم وبيسيبها ويروح ينام. وتاني يوم الصبح بيعرف فيتي إن أمية أخته اتواصلت معاه الأسبوع ده وعرفته إنها تعبانة جدا وعندها القلب وعايزة تشوفه، وبيعرض على بيتي إنهم ينزلوا زيارة لإيران لمدة أسبوعين بس يشوف أهله ويطمن عليهم لأنه ما شافش حد منهم ل10 سنين، وبيترجاها توافق تروح هي وماهي معاه عشان يتعرفوا على أهله. فبتوافق بعد ما تتأكد إنه هيقضي هناك أسبوعين بس وهيرجع أمريكا من تاني. وبعد كام يوم بنشوف محمود وبيتي وماهي وهم خارجين من مطار إيران، وبيتفاجئوا لما بيشوفوا عيلة محمود كلها مستنياهم قدام المطار علشان يستقبلوهم، وبمجرد ما بيشوفوه بيطلعوا يجروا عليه كلهم ويحضنوه. وبيتي بتكون متفاجئة من شكلهم بالذات الستات لأن لبسهم كله أسود في أسود ومغطيين شعرهم ووشهم بالشال اللي لابسينه. وبعد ما بيسلموا على محمود بيروح ناحية بيتي وماهي يسلموا عليهم وبيشيلوا ماهي ويفضلوا يحضنوا فيها، وبيتي بتكون خايفة عليها جدا. وبعدها أمية بتجيب كيس من العربية تديه لبيتي وبتقول له إنها هدية منها ليها، فبتفتحها بيتي وبتتفاجئ إنه نفس اللبس اللي هما لابسينه. وأمية بتطلب من محمود يخليها تلبسه بسرعة وتلف الحجاب كويس، فبتستغرب بيتي من طلبها لأن محمود ما كانش مكلمها عن أي حاجة تخص الحجاب، فبتسأله عن السبب لكن هو نفسه مش بيكون عارفه لأن البلد اختلفت تماما عن الفترة اللي كان عايش فيها، وأهله هم كمان اتغيروا وكده وأسلوب حياتهم بقى متشدد أكتر. وبيعرف منهم إن الثورة غيرت كتير فيهم، وبيعرفها إنها لو لبسته هيكون عند خروجها من البيت وبس. وفي الطريق محمود بيسأل أمية عن السبب الأساسي لبسهم الحجاب بالطريقة دي، فبتعرفه إن الحكومة فرضته عليهم، وأي واحدة بتبين شعرها أو ما بتلبسش الحجاب صح بيتقبض عليها. وبعد شوية العربية بتوصل البيت وهناك بيكون في باقي العيلة واقفين مستنيينهم عشان يسلموا عليهم. ولما بينزلوا من العربية ماهي بتشوفهم وهم بيذبحوا خروف، فبتنهار من العياط وبتفضل تصرخ لكن محمود بيهديها وبيفهمها انهم بيتصدقوا بيه على الفقراء. وبعد شوية بيتي بتطلع لسطح البيت مع أمية وبتشوف المسلمين بيصلوا صلاة الجمعة في جامعة طهران، وبتكون منبهرة بشكلهم. تاني يوم الصبح بيتي بتنزل مع أهل محمود عشان يروحوا لناس قرايبهم ومش بتاخد بالها إن شعرها باين من الحجاب. وفجأة الشرطة بتوقفهم في الطريق وبتعمل معاهم مشكلة وبيكونوا عاوزين يقبضوا عليهم، لكن محمود ومأمور أخوه بيحلوا الموضوع. وبيلاحظ أهل محمود إنه بقى بعيد عن عاداتهم وتقاليدهم ومش ملتزم بمواعيد الصلاة ولا قراءة القرآن، فبيزعلوا منه جدا. في نفس اليوم بالليل محمود بيعترف لبيت إنه انفصل من المستشفى قبل ما يجوا إيران بيومين، ورفض يقول لها عشان ما تزعلش ومش بيكون عارف المفروض هيعمل ايه لما يرجع امريكا من تاني. وبيقول لها كمان انهم لقوا دكتور امريكي بداله ومرتبه اقل فعينوه مكانه. وطبعا بيتي بتتضايق جدا من اللي حصل وبتفهمه ان اللي حصل ما ينفعش يسكتوا عليه ولازم يسافروا امريكا بكره الصبح يرفعوا قضيه على المستشفى لان في قانون بيضمن له حقوقه. تاني يوم الصبح بنشوفهم وهم بيجهزوا شنطهم عشان يسافروا بعد ما حجزوا تذاكر الطيران، لكن مأمور بيدخل يعرفهم إن القانون الجديد بيفرض عليهم يودوا جوازات السفر للمطار قبل ميعاد الطيارة ب3 أيام، فبيتصدموا من كلامه لأنهم كده مش هيقدروا يسافروا وما يعرفوش الطيارة الجاية هيكون ميعادها إمتى. فبتتضايق بيتي جدا وبتخاف لحسن ميعاد الطيارة يفوتهم، وبتطلب من محمود يروح معاها المطار ويفهموا الشرطة هناك إنهم أجانب ومش عارفين القوانين ومحتاجين يسافروا ضروري. وهنا محمود بيتكلم معاها وبيصارحها إن هو اللي عمل كل ده وبيخطط ليه فترة إنه يستقر في إيران، وبيعرفها إنهم مش هيرجعوا أمريكا من تاني، وإنه من بكرة الصبح هيبدأ يدور على شغل في مستشفى حكومي هنا في إيران، وهيفضلوا عايشين في بيت أمية أخته. فبتنهار بيتي من العياط وبتترجى ما يعملش كده ويلتزم بوعده ليها، فبيعرفها إن ده قرار خده بمساعدة أهله وإن لازم ماهي تتربى في إيران وسط عيلته وتعرف أكتر عن الإسلام. لكن بيتي بتكون رافضة إنه يحصل وبتفضل تصرخ وبتحاول تاخد ماهي وتمشي، فبيتعصب محمود عليها وبيضربها. في نفس اليوم بالليل محمود بيكون قاعد يتعشى مع أهله تحت،
وبيتفاجئوا ان بيتي نازله تتكلم مع كبير العيله فيهم على امل انه ينصح محمود ياخد مراته وبنته ويرجع امريكا من تاني، لكن المفاجاه ان كل الموجودين اتخانقوا معاها وعملوا مشكله كبيره. تاني يوم الصبح اهل بيتي بيتصلوا في بيت اميه عشان يطمنوا عليها، لكن محمود بيزعق معاهم وبيطلب منهم ينسوا بنتهم وحفيدتهم. وبعد شويه بيتصلوا تاني والمره دي بيتي اللي بترد، وامها بتنصحها تروح السفاره السويسريه وتسال عن المكتب الامريكي هناك، وبنفهم ان امريكا سحبت السفير بتاعها من ايران ايام الثوره. وتاني يوم الصبح بيتي بتاخد ماهي وبتركب تاكسي يوصلها السفاره من غير ما اهل محمود يعرفوا، ولما بتدخل هناك بتطلب منهم يسفروها هي وبنتها امريكا، وبتعرفهم ان جوزها سارق جوازات السفر وحاجزهم رهينه هنا، لكن للاسف مش بيقدروا يساعدوها لانها متجوزه مواطن ايراني وبكده تكون واخده الجنسيه الايرانيه بشكل تلقائي. فبتضطر بيتي تاخد ماهي وترجع البيت من تاني، وبتطلب منها تقول لأبوها إنهم كانوا بيتفسحوا بس تاهوا عشان كده اتأخروا. وبمجرد ما بيرجع البيت محمود بيمسك بيتي وبينزل ضرب فيها وبيحبسها في الأوضة. بعد كام يوم بيكون عيد ميلاد ماهي وأهل محمود بيجيبوا لها هدايا كتير وبيحتفلوا بيها، وبعد شوية بيروح يتكلم مع بيتي في الأوضة اللي هي محبوسة فيها، وبتطلب منه ياخدوا بيت ليهم لوحدهم ويبعدوا عن أمية أخته لأنها بتكرهها وهي مش قادرة تعيش معاها، لكن محمود بيعرفها إنه مش هيقدر يعمل كده، فبتعرض عليه يروحوا يعيشوا عند مأمور صاحبه أكيد هيوافق لأنهم ساعدوه لما كان هو ومراته في أمريكا. فبيوافق محمود وبيروحوا يعيشوا عند مأمور، وهناك عم مأمور بيزورهم وبيسأل بيتي لو كانت حابة تروح دروس دينية، وبيعرفها إن الشرح باللغة الإنجليزية فبتوافق وبتقرر تروح. وهناك بتتعرف على بنت أمريكية اسمها إيلين، وبتفرح جدا لما بتعرف إن عنوانها في أمريكا قريب من عنوان أهلها، وبتكون لسه هتتكلم معاها لكن جوزها بيوصل وياخدها ويمشي. وبتقرر بيتي ما تفوتش الدرس المرة اللي جاية غير لما تتعرف عليها كويس، وتخلي كمان أزواجهم يعرفوا بعض بعد ما عرفت إن جوز إيلين دكتور. تاني يوم محمود بياخد ماهي وبينزلوا السوق، فبتطلب بيتي منها تسأل أبوها عن كل حاجة في الطريق وعن أسعار المواصلات وتيجي تقول لها. بعد كام يوم بنشوف محمود وبيتي وهما معزومين عند إيلين وجوزها في البيت عشان يتعرفوا على بعض زي ما كانت عاوزة، وبتستغل بيتي فرصة إنها معاها وبتسألها عن تجربتها في الحياة هنا في إيران وتعايشها مع الإسلام. ولما بيتي بتعرفها ان محمود بيضربها، إيلين بتفهمها ان الدين الاسلامي بيمنعه انه يعمل كده، وبتعرفها انها فرحانه ان ولادها بقوا مسلمين. وبتستغرب بيتي منها لما بتعرف ان إيلين كان قدامها الفرصه انها ترجع امريكا تاني وتعيش هناك لكن رفضت. فبتتكلم إيلين وبتعرفها انها لو اختارت تعيش حياتها في امريكا كانت هتضطر تتنازل عن حضانة أولادها لأبوهم، ودي حاجة صعبة عليها هي ما قدرتش تعملها. وأثناء ما هم واقفين في المطبخ بيتي طلبت منها تعمل حاجة عشان تساعدها بس من غير ما جوزها ما يعرف، فبتوافق إيلين تاخد جواب منها عشان تبعته للسفارة السويسرية لأن محمود مراقب كل تحركاتها، لكن بتعرفها انها لو حاولت تهرب هي وماهي هيخلصوا عليها. تاني يوم الصبح نارزين مرات ملوم بتروح شغلها وبتخلي بيتي هي اللي تطبخ. في نفس الوقت محمود بيكون متعصب ومتضايق جدا لان مفيش مستشفى راضيه تشغله، وبتيجي بيتي تعرفه انها محتاجه طلبات الغدا عشان تجهز الاكل، فبيطلب منها تسيب ماهي معاه في البيت وتاخد ابن نارزين الصغير، وبيشوف الطلبات اللي محتاجها عشان يحسب لها الوقت المناسب. واثناء ما بيتي بتشتري الطلبات بتلاحظ وجود تليفون جوه واحد من المحلات، فبتدخل تكلم صاحب المحل وبيكون اسمه حميد، واول ما بيعرف انها امريكيه بيرحب بيها وبيساعدها. ولما بتساله عن التليفون بيخليها تتكلم، وطبعا بتتصل على السفاره عشان يشوفوا لها حل، لكن عرفوها ان الحل المناسب انها تتطلق وتسافر، وده طبعا من غير ما يكون معاها ماهي بنتها، فبتتضايق جدا وبتقفل. وبيكون حميد سمع المكالمة كلها، وبعد ما بتخلص بيعرفها ان ابنه استشهد في الحرب، وقبل الحرب كان عايش في أمريكا بيدرس في جامعة تكساس، وبيعرفها تيجي تتكلم في التليفون وقت ما تحب. تاني يوم الصبح بيكون أول يوم مدرسة لماهي، وبتكون خايفة جدا ومش عايزة تدخل مدرسة من غير بيتي، لكن محمود بيبعد بيتي عنها وبيخلي نارزين هي اللي تدخل معاها. وبعد شوية بيتي بتروح مع نارزين السوق، وهناك بتسيبها هي واقفة تشتري اللحمة، وبتفهمها انها رايحة تجيب الرز لكن في الحقيقة هي بتكون رايحة لحميد. ولما بتدخل المحل بيعرفها ان في حد مستنيها جوه، ولما بتدخل تشوف مين بتلاقيها ست إيرانية جاية تساعدها بعد ما عرفت مشكلتها من حميد، وبتعرفها ان حسين اخوها ساعد ناس كتير شبهها قبل كده، وبتطلب منها تيجي المحل يوم الاربع او الخميس عشان يشوفوا خطة يهربوها بيها. وبعد ما بيتي بترجع البيت بتتفاجئ ان ماهي جت بدري ونامت، وبتعرف انها كانت عمالة تعيط في المدرسة، وعشان كده محمود بيخليها تروح معاها المدرسة بكرة، وبيعرفها ان الستات اللي هناك هيراقبوها كويس وهيمنعوا عنها التليفون زي ما قال لهم. في نفس اليوم بيتي بتروح درس القرآن عشان تقابل إيلين وتعرف هي عملت إيه،
وبتتصدم لما بتلاقي جوزها جاي معاها وبيكون ضاربها عشان خدت من بيتي الرسالة. وأول ما بيشوف بيتي بيرمي الرسالة في وشها وبيعرفها إن لو جوزها عرف هيخلص عليها. تاني يوم الصبح بيتي بتروح مع ماهي المدرسة وبتفضل قاعدة لوحدها بعيد عن أي حد، وفجأة في ضرب نار وقنابل بتتحدف على المدرسة، والأطفال والمدرسين بيطلعوا يجروا على تحت بسرعة. ولما بيتي بتروح بتتخانق مع محمود وما بتكونش عايزة توديها المدرسة تاني، لكن محمود بيرفض وبيعرفها انه بيكره امريكا لانها اللي عمالة تضرب في ايران. ولما بيتي بتروح مع ماهي المدرسة تاني بتتعرف على ستات موجودين هناك وبيرحبوا بيها وبيسألوها لو كانت عايزة مساعدة منهم، فبتطلب التليفون لكن محدش بيوافق يديهولها لان محمود محذرهم في الوقت ده، وبيقرروا يساعدوها ويديهولها في وقت تاني. وبتستأذنهم تبقى تاخد ماهي مشوار صغير معاها ويرجعوا تاني فبيوافقوا، وبيروحوا المحل حميد عشان يقابلوا حسين الشخص اللي هيساعدهم يسافروا، وبيعرفها ان السفر عن طريق تركيا والعراق صعب بسبب الجيش اللي واقف على الحدود، وانه هيسفرها عن طريق الخليج العربي. ولما بتسأله عن الفلوس بيعرفها انه مش هياخد منها فلوس قبل ما ترجع امريكا من تاني. وبعد ما بيخلص كلامه معاها بيتي بتاخد ماهي وبيرجعوا بسرعة المدرسة، وبيتصدموا لما بيشوفوا محمود قاعد جوه في المدرسة وعمال يسأل هم راحوا فين ومستنيهم يرجعوا. وأول ما بيشوف بيتي جاية عليه بيطلع يجري عليها وبيفضل يضرب فيها لحد ما بتقع في الأرض، وماهي بتكون عمالة تصرخ وتنادي عليها. وبعدها بيركبوا تاكسي عشان يوصلوا البيت، ولما بيجي يدفع الأجرة بيتي بتهرب منه وبتكلم نيكول موظفة السفارة في التليفون عشان تساعدها تاخد ماهي معاها. وبيروحوا هما الاتنين المدرسة لكن الستات اللي هناك بيرفضوا يدوها لها، فبتضطر بيتي ترجع البيت من تاني. وبعدها محمود بياخدها البيت مأمور ونارزين يحبسها فيه وبيخليهم هم يروحوا يقعدوا عند أمية. ده غير انه بياخد منها ماهي وبيخليها بعيد عنها، وبيفضل يسأل في ماهي كل شوية عن المكان اللي بيروحوه لكنها بترفض تقوله أي حاجة. وبعد كام يوم محمود بيسامح بيتي على اللي عملته وبيرجع لها ماهي وبياخدها معاه العيادة الجديدة اللي فتحها، وهناك أهل بيتي بيتواصلوا معاها وبيعرفوها إن أبوها تعبان جدا، وساعتها محمود بيسمعها وبيعرفها إنه موافق تسافر عشان تشوفه وتخلص ورقها هناك. وفي نفس اليوم بالليل بيتي بتفتح كلام مع محمود على أساس إنها هتسافر هي وماهي، لكن بتتفاجئ انه مش هيسفر ماهي معاها وبيعرفها انها هتسافر يوم 26 واوراق سفرها جاهزه. تاني يوم بيتي بتاخد ماهي توديها المدرسه على اساس انها تقعد معاها زي كل يوم، لكن بتدخل ماهي المدرسه وبتركب هي تاكسي وتروح عشان تقابل حسين، وبيعرف منها انهم هيسافروا يوم 29 ولازم تكون مجهزه جوازات السفر معاها، وبينصحها تخلي محمود يطمن لها اليومين دول. واثناء ما هم بيتكلموا عربيه الشركه بتوصل للمنطقه اللي هم فيها وبتقبض على كل الشباب اللي موجودين، وحسين بيعرفها انهم بياخدوهم عشان يطهروا حي الغام، وبيأكد عليها تجيب ماهي معاها لانها لو سابتها ممكن يجوزوها لانهم عيله متشدده وعايشين في ارياف ومقتنعين ان البنت مناسبه للجواز في السن ده، فبتعرفوا انها مستحيل تسافر من غير بنتها. في نفس اليوم بالليل بيتي بتكون معزومه عند أمية، وهناك محمود بيروح العياده بتاعته وبيسيبها هي وماهي، وبعد ما يمشي بتستغل بيتي عدم وجوده وبتاخد ماهي وتنزل السوق على اساس انها رايحه تشتري هديه لابوها. وبمجرد ما بتنزل بتتصل على حسين بسرعه وبتعرفه انها هربت هي وماهي ولازم يجي ياخدهم عشان يسافروا دلوقتي، فبيروح يقابلهم بسرعه وبيوديها على بيت اخته عشان يفهمها ايه اللي هيحصل، وبيطلب منها تتصل على محمود تعرفه انها هربت منه وهتقابله بكره الساعه 6 ومعاها محامي عشان يخلصوا ورقهم، وبتهدده انها هتبلغ عنه لانها عارفه ان العياده بتاعته مش مرخصه، وبيكونوا عاملين كده علشان يعطلوا محمود شويه يكونوا هم خرجوا من طهران. وفي نفس اليوم بالليل حسين بيركبها العربيه وبيعرفها انه غير الطريق اللي هيسافروا منه بسبب مشاكل كتير حصلت، وبيطمنها انها توصل امريكا هي وماهي من غير اي ضرر. وفي الطريق بيعدوا من على الشرطه كذا مره وبيقفوا يفتشوهم، ولما ما بيلاقوش حاجه معاهم بيمشوهم. وبتفضل بيتي وماهي على الحال ده لكام يوم بيتنقلوا من بلد لبلد لحد ما بيوصلوا الصحراء، وهناك واحد من الرحالة اللي مع بيتي بيسرق فلوسها وبيحاول يعتدي عليها، فبتصرخ وبيصحى زمايله اللي معاهم يدافعوا عنها وبيخلوه يروح ويسيبهم معاها. وتاني يوم بتركب الحصان وبتفضل ماشية هي وماهي في الصحراء بمساعدة الرحالة اللي حسين بعتهم معاها، ومن حصان لحصان لحد ما بتوصل للحدود، وهناك بتركب عربية تدخل بيها الحدود التركية لحد ما بتوصل السفارة الأمريكية في تركيا. وبنعرف إن بيتي وماهي رجعوا أمريكا سنة 1986 بعد معاناة كبيرة في إيران مع جوزها وأهلها وعاداتهم وتقاليدهم اللي كانت سجن بالنسبة لها. ولما وصلت أمريكا بدأت تتخصص في مساعدة الحالات اللي زيها، وقدرت توصل صوتها للمسؤولين وساعدت ستات كتير يرجعوا وطنهم مع ولادهم. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده.
ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتسيب لنا كومنت برأيك، واشوفكم الفيديو اللي جاي على خير. سلام.